أفضل ميعاد أغير فيه زيت المحرك؟ وهل زيت 5000 أفضل ولا 10000؟ وإيه الفرق بينهم؟ السؤال ده مهم جدا لأن أكتر صيانة بتعملها في سيارتك هو تغيير زيت المحرك، ولو استخدمت نوع غير مناسب يعمل لك مشاكل كبيرة مع الوقت. ولكن بصفة عامة، قبل ما أرشح لك نوع زيت معين، في الأول بسألك عن الموديل وحالة المحرك، وهل في نقص كبير في مستوى الزيت ولا لأ، وبناء عليه أبدأ أرشح لك نوع زيت مناسب. ولكن بصفة عامة، لو سيارتك جديدة ومعاك من الزيرو والزيت عندك مش بينقص ونسبة التبخير عندك مثالية، فهنا أفضل زيت لازم تستخدمه زيت 10000، وده زيت تخليقي بالكامل، لزوجته بتبقى 0.20 أو 35. لكن لو نسبة البخر ونقص الزيت عندك عالية، فهنا هتنزل باللزوجة تدريجيا من 10000 لحد 5000. ده في حالة إن السيارة معاك من الزيرو وإنت عارف حالة المحرك عندك. لكن لو شاريها مستعملة ومش عارف صاحبها كان بيستخدم لزوجة كام، فهنا ممكن تستخدم لزوجة متوسطة 10-40 وتجرب. لو لقيت في نقص كبير أو أصوات غريبة في المحرك، فهنا أنت مضطر تستخدم زيت 5000 لزوجته 15-50 أو 20-50. ولو عايز تعرف معلومات أكتر هسيب لك رابط فيديو في أول تعليق هيعرفك كل أنواع الزيوت وإيه المناسب لسيارتك بشرح مبسط جدا. الزيت عندي بينقص بشكل كبير، مع العلم إن مفيش أي تسريب واضح ومفيش أي دخان بيخرج من علبة البيئة. باختصار كده وبصفة عامة، لو عندك نقص في الزيت من غير ما يكون في أسباب واضحة قدامك، فهنا أول حاجة بتعملها بتشوف أنت بتستخدم لزوجة كام. لو بتستخدم لزوجة خفيفة وفيها نسبة تبخير عالية، يبقى تغير وتستخدم لزوجة أتقل وتشوف مستوى الزيت هيظبط معاك ولا لأ. تاني حاجة بتعملها هتفك البوجيهات وتشوف نسبة تبخير المحرك عليهم قد إيه. تالت حاجة، افحص بلف التبخير لأنه مهم جدا وليه دور كبير في نقص الزيت. وبعد ما تاخد بكل الأسباب دي بالترتيب كده، يبقى مفيش قدامك غير إنه في تآكل في أجزاء المحرك من الداخل، في الشمبر أو البستم أو الشميز، خصوصا لو نقص الزيت عندك بيوصل إن كل 1000 كيلو متر بينقص لتر زيت، فده كده نقص كبير جدا. والميكانيكي بتاعك مع الفحص هيعرفك إذا كنت محتاج طقم شمبر فقط ولا محتاج عمرة كاملة. ولو تلاحظ هتلاقي في ناس تقولك أنا لسه مغير طقم شمبر وبرضه الزيت لسه بينقص، أو بعد كام شهر بيرجع الزيت ينقص تاني، وده معناه إن المشكلة عندك ما كانتش في طقم الشمبر وبس، ممكن تكون في البستم أو الشميز وأنت ركبت شمبر فقط. عشان كده بقولك اتعامل مع ميكانيكي شاطر وعنده أمانة عشان يفحص كويس ويحدد لك أنت محتاج إيه ويعمل لك شغلك مرة واحدة ويوفر عليك تكلفة كبيرة. السؤال اللي بعده بيقول: أشتري محرك استيراد أفضل ولا أعمل عمرة كاملة وأصلح المحرك القديم؟ السؤال ده برضه مهم جدا وبيخلي بعض الناس في حيرة. هل لما يحصل مشكلة عندي في المحرك أصلحه ولا أشتري محرك استيراد ورايح نفسي؟ دي برضه بترجع لحالة المحرك عندك. يعني المحرك عندك لو كان فيه كسر أو ملحوم قبل كده، أو عملت له إصلاح وعمرة كاملة قبل كده وخرطته أكتر من مرة وحالته بقت سيئة، فهنا الشورت بلوك أو المحرك الاستيراد هيبقى أفضل وهيوفر عليك وقت كبير، لأنك بتشيل المحرك القديم وبتحط الجديد وخلاص على كده. بس ده بشرط، لازم تشتريه من مكان ثقة ومعاك ميكانيكي شاطر والورق بتاع المحرك يكون سليم، عشان ما تتفاجئش بمشكلة في المحرك بعد تشغيله أو تقابلك مشكلة في الورق بتاعه وانت بترخص السيارة في إدارة المرور. السؤال اللي بعده بيقول: عملت عمرة كاملة للمحرك وعايز أعرف نوع الزيت اللي استخدمه بعد الإصلاح. ودي برضو بترجع لعدة أسباب ومنها بتحدد اللزوجة المناسبة. يعني لو عملت توضيب وعمرة كاملة، خرطت شميز وجبت بستم وشمبر وسبيكة وظبطت وش السلندر وتعاملت مع خراط وميكانيكي شاطر، فهنا ممكن تبدأ بالزوجة 10-40 وتجرب وتشوف أداء المحرك هيظبط معاك ولا محتاج لزوجة أتقل. السؤال اللي بعده بيقول: لو معايا بواقي زيت اتبقت عندي من الغيارات القديمة، هل ينفع استخدمهم في غيار الزيت؟ وهل ينفع اخلط اكتر من نوع زيت مع بعض؟ ينفع طبعا تستخدم بواقي الزيت اللي اتبقت عندك قبل كده، ولكن بشرط انهم يكونوا نفس اللزوجة. يعني ال35 تحط عليه 35 وال10-40 تحط عليه 10-40 وهكذا. وينفع كمان انك تخلط شركتين ببعض، بس المهم ان اللزوجة تكون واحدة ومش مختلفة. لمبة الزيت بتنور وبتطفي، واحيانا بتنور ولما بدوس بنزين بتطفي. السبب هنا بنسبة كبيرة سعة الزيت أو حساس الزيت، والحساس ده هو اللي بيقيس ضغط الزيت في المحرك.
يعني لو ضغط الزيت في المحرك قليل، الحساس ده بيخلي اللمبة تنور عشان ينبهك إنك تفحص مستوى الزيت لو ناقص. الحساس ده لما بيتلف بتلاقي لمبة الزيت بتنور وتطفي ومش بتبقى ثابتة. ولما يحصل معاك كده، انزل قيس مستوى الزيت، ولو لقيته مظبوط يبقى تغير حساس الزيت وكل حاجة هتبقى تمام، عشان محدش يقولك أصل في مشكلة في المحرك أو ترمبة الزيت ضعيفة ويدخلك في تكلفة كبيرة. أتمنى أكون وصلت معلومة. لو الفيديو عجبك لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل مشاركة عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.